واخيرا نزل اعلان فيلم فينوم الجزء الثالث، واللي غالبا هيكون الاخير بالنسبه لتوم هاردي، والاعلان عامل لخبطه كبيره جدا مع ناس كتير، وده كله بسبب ان محدش فاهم شركه سوني بتعمل ايه او عايزه ايه. واهلا بيكم في شيف افلام، وفي حلقه النهارده هشرح واحلل معاكم اعلان فيلم فينوم ذا لاست دانس او رقصه فينوم الاخيره، مشهد كعدتي معاكم. بس اتمنى الاول ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشترك، عشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. الاعلان بيبتدي معانا باننا نشوف ايدي بروك فينوم في شوارع المكسيك، ولو ناسي ففينوم بنهايه الجزء الثاني كان مطارد من الحكومه الامريكيه، وبعدها هرب على المكسيك عشان يستخبى فيها. واول حاجه تتلاحظ انه لسه لابس نفس التيشيرت اللي كان لابسه لما شفناه اتنقل لكون عالم مارفل في احداث سبايدر مان نو واي هوم، وده بسبب تعويذه دكتور سترينج. وده يدل على ان بدايه احداث الجزء الثالث هتكون مباشره بعد نهايه فيلم سبايدر مان نو واي هوم. بعد كده بنشوف ايدي بروك وهو زي داخل مكان لعصابه، لما بيقف قدام زعيمهم يقول لهم انه لازم تعرفوا انه جوايا جزء مظلم وغير متوقع، فبيرفعوا عليه السلاح ويقولوا له انه يسكت. لكن بعدها بيبتدي الاكشن ويتحول ايدي بروك لفينوم، وبنشوف ان فينوم بيفتح الاقفاص اللي فيها الكلاب عشان تخرج ويضرب في افراد العصابه، ويستخدم ايدي بروك كمان في الفايت. بعدين فينوم بيجمعهم كلهم وحد يقول له انت مين، عشان يقول لهم وي ار فينوم، ودي جملته اللي كنا سمعناها من فيلم فينوم الجزء الاول. بس هنا فينوم كان متحمس شويه وكان يسبق ايدي انه يقولها. بعدين بنشوف فينوم بياكل رؤوس افراد العصابه عشان زي ما انتم عارفين دي اكلته المفضله. بعدها بنشوف ايدي بروك ماشي وخارج من المكان وحواليه الكلاب اللي خرجها من القفص، وفينوم بيقول له انت دايما تاخدني لاحسن الاماكن. وزي ما قلت المشهد ده كله هيكون غالبا في افتتاحيه الفيلم. بعدين بنشوف مشهد لقاعده عسكريه في الصحراء، وبنشوف دكتور باين، ودي شخصية جديدة بتتقدم في الفيلم، وهي عالمة وبتقول كنا دايما عارفين ان مستحيل اننا نكون وحدنا في الكون. بعدين بنشوفها ماشية مع الممثل شويتل اللي احنا كلنا عارفينه من افلام دكتور سترينج بانه الساحر برضه، لكنه المرة دي بيقوم بدور مختلف وهو الجنرال ارويل تايلور. ومن هنا بقى تبتدي اللخبطة، عشان محدش فاهم ايه سبب اختيار شركة سوني لشخص عامل دور مهم في عالم مارفل عشان يعمل عندها دور جنرال، فكان ممكن يجيبوا اي ممثل تاني للدور. ولسه اصلا في ناس متلخبطه في حوارات المالتيفيرس والعوالم الموازيه، فاختصارا للكلام نقدر نقول ان هو هنا فاريانت او متغير، وجنرال اورويل تايلور في الكوميك كان ابنه اتقتل على ايد فينوم، ومن وقتها عنده مهمه ان ينتقم منه، وكون فريق معاه باسم ذا جوري. وهنا بنشوف ده في الاعلان، لكن هيكون في اختلاف بسيط في القصه، بانه هيقال ان كارنيج هو اللي قتل ابنه وهو بيهرب من السجن. بعدين بنشوف مشهد لاكتر من سيمبيوت في معامل القاعده العسكريه بيتعمل عليهم ابحاث، وغالبا اللي لونه اخضر ده خاص بسيمبيوت معروف باسم لاشر، واللي لونه اقرب للاصفر هيكون لشخصيه سيمبيوت باسم سكريم، واللي يقال انه غالبا دكتور باين هتكون هي السيمبيوت سكريم. ومع ان ده ما وضحش لسه في الاعلان، لكن غالبا هتكون كمان الحب الخاص بفينوم في الجزء ده. بعدين بنشوف مشهد البار اللي عامل لخبطه مع ناس كتير، وده بسبب اننا شفنا المشهد ده في كون عالم مارفل في نهايه فيلم نو واي هوم، لما ايدي بروك كان في البار بعدين بيختفي من عالم مارفل وبيرجع على عالم سوني، وكان واقع منه جزء من سيمبيوت فينوم. لكن المرة دي بنشوف مشهد البار وشخصية أورويل تايلور بيتدخل ويصطاد عينة السيمبيوت، واللخبطة اللي حاصلة عشان ده بيطرح سؤال زي لو هل سوني هتقول إن اللي شفناه في نو واي هوم ما حصلش، وإن إيدي بروك ساب العينة في عالم سوني العادي مش في كون عالم مارفل، وده عشان ما فيش مثلا مكان لظهور فينوم في فيلم سبايدر مان 4، فحبوا يغيروا كل حاجة. وفي ناس فعلا بتتكلم عن كده دلوقتي، لكن بالنسبة ليا في توقعي الشخصي إن مشهد البار ملوش علاقة باللي حصل في عالم مارفل، وإن ممكن لما ايدي بروك اختفى من بار عالم مارفل ورجع على العالم بتاعه ظهر في البار وساب برضه عينه منه وهو ماشي. ولو نلاحظ في الراجل اللي جنب اورويل تايلور نفس الراجل اللي شغال في البار بتاع عالم مارفل وبنفس التيشيرت، لكن تسريحه شعره بس هي اللي متغيره. لكن ملاحظتي هنا ان هو زبون عادي مش شغال في البار زي ما شفناه في نو واي هوم، عشان هو هنا في المشهد ده واقف قدام البار مش جواه، فهو كمان فاريانت او متغير. وبنشوف بعدها مشهد لاورويل تايلور بيطارد فينوم. بعدين بنشوف مشهد الانفجار وايدي بروك بيهرب، وده كله هيبقى غالبا في القاعده العسكريه اللي شفناها قبل كده. بعدين بنشوف مشهد لقوات الجوري متعلقين في طياره هليكوبتر، بعدين بينزلوا البحر عشان نشوف مشهد اكشن وفايت وهما بيكهربوا فينوم في الميه. بعدين بنشوف ايدي بروك في لاس فيجاس وبيقابل ميسيس شين، واللي احنا عارفينها من الجزئين اللي فاتوا واللي كمان شفناها في فيلم مايلز موراليس انتو ذا سبايدر فيرس، وبنشوفها هنا وهي بترقص مع فينوم نفسه. بعدين بنشوف مشهد لعربيه فان وفيها واحد بدقن وبيلعب على الجيتار،
وده تالت حاجة ملخبطة الناس، عشان ده الممثل ريز ايفنز واللي شفناه عامل دور شخصية دكتور كونرز اللي هو ليزرد او السحلية في افلام زي اميزنج سبايدر مان، وبوجوده في المشهد ده بيخلينا نفكر في اكتر من احتمال. فهل هو هنا شخصية جديدة ملهاش علاقة بافلام زي اميزنج سبايدر مان، او ممكن يكون كيرت كونرز فعلا لكن ما بقاش لسه دكتور ولا حصل ان ايده اتقطعت، او احتمالية تانية بانه بعد احداث نو واي هوم ورجوعه من عالم مارفل لعالم سوني رجع وايده سليمة وقرر يعيش حياة بعيدة عن الطب والتجارب اللي كان يعملها. واي احتمال ان هو دكتور كيرت كونرز ده هيعني ان شخصية اندرو جارفيلد سبايدر مان موجودة في العالم ده، لكن اعتقادي ان ده صعب لانه لو كان موجود كنا هنعرف او فينوم كان هيبقى عارف. فغالبا الممثل ريس ايفنز هنا مجرد شخص عادي راكب معاهم العربية، او ممكن يكون كيرت كونرز لكن لسه ما وصلش انه يكون العالم او الدكتور او ان ايده اتقطعت. وبالمناسبة لو ناسيين فكان في اعلان فيلم موربيوس في بوستر لسبايدر مان، لكن لما الفيلم نزل ما شفناش المشهد، وموربيوس عارف بوجود فينوم بسبب المشهد ده لو ناسيينه. وانا بفكركم بده لان لخبطه سوني في التحكم في شخصياتها والعالم بتاعها مخليانا كلنا متلخبطين معاها. بعدين بنشوف ان ايدي بروك معاهم في العربيه ومعاهم طفل صغير، وفي مشهد بعده بشويه بنشوف الطفل ده ومعاه اتنين لواحده بتشبه انت ماي واللي حضناها دي ممكن تبقى امه. في تسريبات كتير عن قصه الفيلم بتقول ان الطفل ده هيكون بيتر باركر سبايدر مان، وقصه الفيلم من التسريبات لو صحت بتقول ان ايدي بروك فينوم لما رجع على الكون بتاعه قرر انه يدور على بيتر باركر عشان يقتله، لان فينوم عارف ان سبايدر مان هو دايما السبب في موته في اي كون، ولما يدوروا عليه يلاقوا ان بيتر باركر طفل صغير، فايدي بروك بيقدر يتفاهم مع فينوم وبيخطفوه. بعدين بيلاقوا نفسهم في مهمه انهم يحموه من انه يموت، لان باقي السيمبيوتس تبقى عارفه ان وجود سبايدر مان يعني خطر عليهم كلهم. وعشان كده التسريبات بتقول اننا ممكن نشوف فينوم بيموت في الجزء ده وهو بيحمي الطفل بيتر باركر. في حاجه هنا مقلقاني من تسريبات القصه انها ممكن ما تكونش صح وده مجرد طفل عادي، لان في فيلم مادام ويب سوني ما قدرتش تنطق اسم بيتر باركر في الفيلم، فاحنا شفنا امه وعمه لكن اي ذكر لكلمه بيتر اتشالت من الفيلم، وده بسبب تدخل مارفل وكيفن فايجي. فهل المره دي قدروا يحلوا الخلاف ويقولوا ان ده كده بيتر باركر وهو صغير؟ فكل ده هيبان مع احداث الفيلم لما ينزل. بعدين بنشوف مشهد لوحش من السيمبيوت بيهاجم طياره حوالين القاعده العسكريه، بعدين بنشوف نفس الوحش بيهاجم طياره عليها فينوم، وبنسمع فينوم يقول لايدي ان العالم بتاعه قد وجده او لقاه يعني، وبنشوف اكتر من نيزك نازل على الارض، ودي حاجه شفنا زيها في فيلم سبايدر مان 3 نسخه توبي ماجواير لما نيزك فيه السيمبيوت فينوم نزل على الارض وكان اندمج بعدها مع بيتر باركر. بعدين بنشوف الجنرال اورويل تايلور وهو بيقول ان في جيش جاي علينا ومش من النوع اللي بيتهزم، وده اشاره على السيمبيوتس اللي جايين على الارض. بعدين بنشوف المحقق بيتر موليجان واللي كنا شفناه في احداث الجزء الثاني، وهو هنا جواه السيمبيوت توكسيك، وتوكسيك مفترض انه يكون فيلن الفيلم، لكنه في الكوميك بنقدر نقول عليه انتي هيرو مش فيلن بشكل كبير، لكنه هو هنا عايز ينتقم من فينوم. والملاحظ ان هو هنا محبوس في نفس القاعده العسكريه اللي فيها عينات السيمبيوت اللي كنا شفناها قبل كده، وغالبا هتكون العينات دي جايه من نتاج التجارب اللي تتعمل على توكسيك. وتوقعت ان فريق الجيوري هيستخدموا العينات على نفسهم عشان بعد كده يكونوا فريق معروف في الكوميك باسم لايف فونديشن، واللي منه شخصيات زي لاشر وسكريم واجاني، وهيبقوا كلهم تحت قياده الجنرال اورويل تايلور. وفي الاول هيكون ده بسبب انهم عايزين يطاردوا فينوم، لكن توقعي انهم هيتحدوا بعد كده مع فينوم عشان يحاربوا السيمبيوتس اللي جايين على عالم الارض. وفي الاخر بنسمع صوت ايدي بيقول للفينوم انهم ممكن ما ينجوش، وفينوم في مشهد تاني بيقول للايدي ان الوقت جه، وده معناه ان ممكن على نهايه الفيلم نشوف موت فينوم في عالم سوني او يحصل انفصال فينوم عن ايدي بروك، لكن توقعي اننا ممكن نشوف رجوع فينوم للعالم بتاعه وايدي بروك يبقى وحده. وبالمناسبه كان توم هاردي الممثل اعلن ان فينوم الجزء الثالث هيكون اخر جزء ليه، لكن ده ما يمنعش اننا ممكن نشوف عودته بشكل ما مع احداث فيلم افنجرز سيكريت وورز، وفي كلام اننا ممكن نشوف ظهور شخصيه نول الكرييتور لعالم وشخصيات السيمبيوتس، واتمنى ده بجد يحصل مع انه اتاخر كتير. وبينتهي الاعلان اننا نشوف فينوم بيندمج مع حصان عشان ياخد ايدي ويجري بيه بسرعه في الصحراء، واحنا كنا شفنا حاجه شبه المشهد ده بس في الجزء الاول لما ايدي كان على الموتوسيكل. وبس كده دي هتكون نهايه الفيديو ونهايه تحليل وشرح وتوقعاتي لفيلم فينوم ذا لاست دانس او الرقصه الاخيره، واللي اتمنى انها تكون رقصه عليها القيمه. وعايزكم تعرفوني هل تتوقعوا ظهور سبايدر مان في عالم فينوم، وايه ممكن يحصل لفينوم على نهايه الفيلم. ولو عجبكم الفيديو يبقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه للي لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. سلام.